مثبت علميا انه بيزيد الحرق. جاني تعليق على احد الفيديوهات اللي عملتها انه مثبت علميا انه الفطور بيزيد الحرق. طبعا زمان كان في معتقد انه كل ما اكلت وجبات اكثر او كل ما بدأت نهارك بالاكل فبيبدأ جسمك يحرق، وطبعا هذا الحكي غير صحيح، وما في اي دراسة علمية بتثبت انه الفطور راح يزيد الحرق عندك خلال اليوم. هذا يعني انه لا افطر؟ لا، افطر عادي. في الاخير تأكدوا تماما انه اللي بيفرق هو كم اكلت خلال اليوم، هو اللي راح يأثر قديش جسمك راح يحرق، هو اللي راح يأثر على وزنك انه يزيد او يقل، انك تعمل دهون ولا ما تعمل دهون، تبني عضل ولا ما تبني عضل. كم اكلت خلال اليوم، سواء افطرت ما افطرت، تغديت ما تغديت، عشيت ما تعشيت، اكلت وجبة اكلت 10 وجبات في اليوم، ما دام الكالوري هي اللي اخذتها في اليوم النتيجة واحدة. وإذا بدنا نحكي على التجارب، في تجارب علمية كثير انعملت وجابوا مجموعة كبيرة من الناس أعطوهم نفس عدد الكالوريز بس وزعوهم. ناس أخذت كل هالكالوري في وجبة واحدة، وناس أخذتها في وجبتين، وناس أخذتها في 3 لغاية 20 وجبة. تخيلوا، نفس الكالوريز وزعوها على 20 وجبة، ما لقوا أي فرق بين اللي أخذوا وجبة واللي أخذوا 20. النتيجة كانت واحدة. هذا معناها إنه ما بفرق، المهم انت في اخر اليوم كم اكلت وكم جسمك حرق هو اللي راح يحدد نتيجتك. فهي سهلة، سهلوها. واذا بدكم نساعدكم في سوبر هيومن، شيك اللينك اللي في البايو او ابعت لنا كلمة سوبر.